بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. النهاردة شوية مشتريات كده، برضو انتوا عارفين الرفايع اللي ما بتخلصش أساسا يعني. فأنا جبت شوية كده رفايع على بلاستيكات على حاجات كده. فوالله دخلت قلت خلاص قبل ما آه، ادخل الحاجه واركنها، قلت خلاص بكياسها كده. والله حطيتها على الترابيزه وقلت اصور لكم على طول فيديو، لان انا ايه بقالي فتره ما نزلتكمش فيديوهات، فحبيت كده عشان ما كسلش شويه. فقلت ايه انا اعمل لكم النهارده الايه شويه المشتريات اللي انا شارياهم. النهارده انتوا عارفين طبعا الرفايع اللي مش بتخلص يا جماعه. انا كل ما بنزل بلاقي اي حاجه برضو انا محتاجاها بجيبها. اول حاجه ابدا كمان بالفرشه دي فرشه على فكره يعني حلوه قوي، ناعمه جدا، ما انا استخدمتها قبل كده، حلوه جدا جدا. ممكن للانتريه لشيش لاي حاجه انت تستخدميها، بس هي ممكن للانتريه احلى لانها ناعمه. دي كنت جايباها ب 35 جنيه، ب 50 جنيه، سوري. امال يعني للصدفة كده طلعوا التلاتة اللي في الكيس واحد دول طلعوا نفس اللون. دي منفضة. انتوا عارفين طبعا المنفضة جبتها في 35 جنيه. دي طاسة للطشة كده صغنونة يا جماعة، يعني هي ممكن تكون 16 14. جرانيت حلوة قوي، ايوه ملهاش توزيع حراري بس حلوة جدا. دي كنت جايباها ب135 جنيه. انا هوريكم هنا ان هي طلعت ايه الالوان كلها يعني يعني مقربه من بعضيها، يعني درجات اللبني وكده، فحلوه قوي. كنت جايباهم برضو كده، برضو الحاجات دي كانت ناقصاني طبعا، وانا ايه الحاجه اللي بلاقيها وانا محتاجاها فبجيبها لها. طبعا انتوا عارفين الرفايع يعني وما ادراك ما الرفايع، والله مش بتخلص خالص. ده مج يا جماعه اللي هو البابل اللي طالع ده. المجات البابل اللي طالعه دي حلوه قوي. لقيته كان معمول عليه عرض، كان ب25 جنيه. انتوا عارفين لو حد عندي يا جماعه علي بابا اللي هو عالم التوفير، في حاجات حلوه ساعات بتتوفر، في حاجات حلوه وشيك جدا وبيعملوا عليها عروض. فكان عاملين على المج ده كان عاملين عليه 25 جنيه. حتى خدته ب20 جنيه، قال لي اخر حاجه ب20 جنيه فجبته. معلش بفصل معاكم ساعات، انتوا عارفين ان الزحمه بتاع الشارع وكده، ففصلت ورجعت تاني زي ما قلت لكم كده. وكان اخر مج كنت عايزه اجيب اتنين عشان يبقى يعني لها واحد ان شاء الله لجوزها في المستقبل كده واحد ان شاء الله. فما لقيتش غير واحد فاخدته، قلت زي بعض لو لقيت حتى تاني مش من غير عرض ولا حاجه هجيب واحد. العدة ده يا جماعة اللي هي السلك اللي طالع دلوقتي، أنا لقيت الباكت ده فيه 4 قطع كده. القطعة كانت ب5 جنيه، فقلت أجيبه أجربه. يعني أنا ممكن أخد منها واحدة، لو جربته ولقيته حلو هخليه لها، ما لقيتوش حلو خلاص هحطه كده وابقى أخد منه ليا أنا. زي ما قلت لكم كان الواحد طبعا ايه ب5 جنيه، الباكت كله على بعضه كان ب20 جنيه، برضو من علي بابا. ده اللي هو اعزكم الله يعني باسكت الزبالة اللي هو بيتحط على الحوض يا جماعة، حلو قوي. سيليكون. انت ممكن انا عايزة كده، كنت عايزة افتحه لكم بس ايه مش عارفة افتحه لكم، انتوا عارفين طبعا. والله والله يا جماعة ايدي تعباني جدا جدا جدا، انا بتدخل عليا الشتاء والقلم بيبقى في ايدي، وكشفت كذا مرة ومفيش اي حاجة، وكله برضو اخد العلاج ومجرد ما اخلص العلاج ايدي ترجع لي تاني، فالحمد لله يعني. ده زي ما وريته لكم كده، ده اللي هو اللي هو الباسكت وكده، فلقيته حلو اللي هو السيليكون طالع كمان سيليكون، فقلت اجيبه. انا كنت عندي البلاستيك وفي اللي بغطا، فالسيليكون لقيته حلو، حتى بعد ما تخلصي ممكن تطبقيه كده فيبقى سهل معاكي في اللي انت تحطيه، يعني ما ياخدش مساحه. ده كنت جايباه ب125 جنيه. دي كنت جايبه برضو اللي هي قطعت البيتزا دي او قطعت المعجنات او ايا كان، يعني انا جبتها ليا، انا كنت جايبه لبنتي قبل كده بس جايبه لها اللي هي الاستانلس الكبيره دي. فدي انا بجيب منها كتير قوي والحاجات دي بتتكسر، فجبت واحده ليا انا كانت ب25 جنيه. احتجتها لان انا فعلا محتاجاها. وكنت برضو محتاجه كنت هجيب اللي هي قشرة البطاطس فللأسف نسيتها، فجبت دي، أنا كنت محتاجاها ليا أنا. ده طبعا ايه مج اللي هو الجود مورنينج اللي هو بتاع القهوة الصغنون ده، برضو لقيته عليه عرض. كان الواحد يعني كان هو الطقم كله على بعضه ب150 135، مش فاكرة كانت الفاتورة والحاجات كلها اتلخبطت معايا. فكل ده أنا كنت شارية من كل مكان حاجة،
يعني من كل مكان حاجة. انا ده برضو انا جبته من علي بابا، لا انا ما بعملش اعلان ولا اي حاجة للمحل، بس هو يعني علي بابا معروف يعني على مستوى في كذا محافظة موجود فيها، اللي هو عالم التوفير. حلو قوي، بيبقى فيه حاجات شيك جدا وحلوة، وساعات بينزلوا عروض حلوة جدا على الحاجة. جبت الطقم ده 6. انا كنت جايبه لها قبل كده برضو مجات قهوة كتير. احنا استهلاكنا، او هي عندي الاولاد بيحبوا جدا جدا القهوة، فجبت لها دول ال6 ولقيتهم شكلهم، انت عارفين الحاجات الترند اللي طالعة كده، فلقيتهم حلو معمول عليهم عرض فجبتهم. كانوا 6. انا هنا كنت عايزة اوريكم شكلهم، بس للأسف ان الاكياس مغطيه الاضاءه فمش باينه قوي والله. يعني بعد انا اكتشفت كده هتلاقوا الاضاءه فتحت شويه، لان الاكياس كانت مغطيه على الحاجه. يعني الاكياس كانت متغطيه على الحاجه، فمش مديه الاضاءه، وكده الاضاءه ظهرت حلوه قوي. فللاسف ما خدتش بالي غير بعد ما صورت لكم المجات. ده برضو يا جماعه اللي هو بتاع البقوليات، او المكرونات وكده. فده بتاع الاسباجيتي، فانا كنت جايبه لها واحد قبل كده، خدته انا. وعلى فكره بقى بلف عليهم كتير، مش بلاقيهم زي الاول. الاول كانوا متوفرين كتير كتير قوي، دلوقتي بلاقيهم يعني مش موجودين، قليل لما الاقيهم. يعني انا لما لقيتهم جبتهم، وكنت عايزه اجيب منها اكتر بس ما كانش برضو موجود، فجبت 2. ده الواحد كان عامل 35 جنيه. انا مش عارفه هو ده ماركه لمسه، ماركه مش عارفه ايه والله، مش فاكره. يعني البلاستيك بتاعهم صحي وقوي. طلع برضو منه. طلع طبعا علب البقوليات اللي هي الاكليريك، فبرضه كنت عايزه اجيب منها، برضه قال لي ما عنديش. معلش بقى كل شويه افصل معاكم، انتوا عارفين الاصوات هنا عندي ما شاء الله يعني. وبيعملوها معايا كل ما اجي اسجل والله العظيم ببقى قاعده ما فيش اي نفس، واول ما ابدا اسجل الاقي بقى البكيه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. زي ما قلت لكم كده، اللي هي علب البقوليات كانت الواحده ب35 جنيه. ده برضو انا جبت ده، عجبني قوي قوي، لان هو لو حطيتيه يا جماعه، يعني لو انتوا حطيتوه في باب التلاجة مش هياخد مكان. يعني انا ندمت ان انا جبت اللي كنت جايبه لها واحد اللي هو الاكليريك ده، بس منفوخ قوي وكبير، فمتهيألي يعني مش هياخد، يعني مش هيدخل التلاجة سواء بالطول او في الباب او اي حاجه كبير قوي. فانا لقيت ده حلو قوي جدا، فعجبني كمان ان هو ممكن لو حطيتيه في باب التلاجة ما ياخدش مكان معاكي، ويبقى حلو قوي. وهو زي ما انتوا شايفين كده، هو معاه ايه؟ كوبايتين. هو معاه كوبايتين بلاستيك. فعجبني، وعجبني شكله، وبرده الماركة بتاعته حلوة قوي. كنت جايباه ب75 جنيه. دي برضو من الحاجات برضو اللي كنت ممكن انساها، برضو اللي هي علبة المسحوق دي حلوة برضو، 7 كيلو. تشيل 7 كيلو مسحوق. هي حاسة ان هي صغيرة ما تشيلش يعني ال7 كيلو، بس هو مكتوب عليها 7 كيلو. حلوة برضو. عجبتني وجبت لها اللون ده، فكنت جايباها 125 100 جنيه، مش فاكرة برضو والله. يعني الحاجات دي كلها انا يعني مش جبتها من محل واحد، انا جبت من كذا محل عندنا وكده. للاسف ان انا ما جبتهاش يعني ايه. الحاجات دي مش فاكره، فهي في حدود 100 جنيه او 110. التاني ده ب75 جنيه، زي ما قلت لكم علبه البقوليات الواحده ب35 جنيه. انا فاكره الاسعار كده، بس يعني في حاجات بتبقى متسقطه مني شويه. اللي وصل معانا هنا يا جماعه، لحد هنا يعمل لي لايك وشير واشتراك في القناه. لايكاتكم فين يا جماعه وتعليقاتكم والله يعني. بتمنى كده تدعموا الفيديوهات اللي انا بنزلها، لان مفيش تفاعل خالص خالص على القناة. والواحد والله انا التعب اولا، ثانيا لما بلقى كده مفيش تفاعل على القناة، يعني بيجيلي احباط ان انا ايه انزل فيديوهات. فلو حد شاف فيديوهاتي، او حد اول مرة يشوفني كده، ياخد لفة كده في القناة ويشوف الفيديوهات اللي عجبتكم، يعني يبقى متابعة ولايك منكم، وشير واشتراك في القناة، ويعني دعم للقناة. يعني بتمنى منكم ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة، لان القناة والله الايام دي يعني بقى لها فترة كده. الاول كانت بتبقى كويسة، دلوقتي الحمد لله نازلة خالص، وانا طبعا ما بعملش فيديوهات، فالقناة بتنزل اكتر. فبتمنى منكم الدعم واللايك. اللايك يعني مش هيأثر معاكي في حاجة، لو سمعتيني ولو شفتيني أول مرة تشوفيني خدي كده لفة في القناة. أنا يعني على قد ما بقدر يعني بحاول أفيدكم والله بالأسعار، وبحاول أفيدكم بالحاجات اللي انتم ممكن تجيبوها في جهاز بناتكم، يعني سواء صغيرين أو كبار. في الحاجات دي كلها بتبقى انت محتاجاها. فبتمنى منكم اللايك والشير والاشتراك في القناة والدعم للقناة، واشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله في الفيديو الجاي بإذن الله يا رب. ما توحشوني كده، ولو عجبكم الحاجة كده اعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. سلام يا جماعة.